5 حاجات لو طبقتيها في الكلينيك اللي بتروحيها للتجميل والليزر هتبقى استفدتي من الكلينيك دي اقصى استفاده ممكنه. خلوني اقول لكم ازاي. الكلينيك اللي بروحها دايما اسمها لايف كير كلينيك، هي موجوده في شارع جسر السويس في 1000 مسكن. طبقت عليها ال5 حاجات دول واكتشفت ان انا بستفيد من الكلينيك دي اقصى استفاده ممكنه. اول حاجه واهم حاجه طبعا هي نوع الجهاز في الكلينيك. هم بيستخدموا جهاز كانديلا جنتل ليزر الامريكي اللي بيكون مناسب لجميع انواع البشره. وخدوا بالكم لان في اجهزه كتير اسعارها بتكون اقل وطبعا ما بتبقاش مناسبه لجميع انواع البشره. وتاني حاجه لو الجهاز اللي بتستخدميه كويس وجايب معاكي نتيجه كويسه، فاحب اقولك ان الاجهزه دلوقتي بقت منتشره جدا في اكتر من كلينيك، فليه بقى ما نروحش الكلينيك اللي سعر البلس فيها قليل؟ وده اللي لقيته في لايف كير كلينيك. سعر البلس ب 35 قرش بس، يعني ارخص مكان ممكن تشوفيه في حياتك. تالت حاجه بقى لازم تتاكدي من التعقيم وان الدكتور اللي بتعمل لك دقيقه في شغلها، وتكون عملت لك خطوط على الاريا اللي بتعمليها علشان تكون عملتها كويس وما سابتش اي جزء فيها. ورابع حاجه هي درجه الحراره. في لايف كير كلينيك هم مهتمين جدا بدرجه حراره البلس انها تكون مناسبه لبشرتك علشان ما تسببش اي حروق. علشان كده هم عاملين كارت لكل كلاينت فيه عدد البلس ودرجه الحراره اللي بتعمليها لكل سيشن. واخر حاجه العروض. اتاكدي دايما انك تستفيدي من العروض المعموله على المنطقه مش بعدد النبضات زي كده. لو العروض بعدد النبضات فممكن منطقه زي الايد والرجل ما تكفيش النبضات فيهم. فدايما بشوف في لايف كير كلينيك انهم بيعملوا عروض على المنطقه نفسها ايا كان المنطقه دي هتستهلك قد ايه نبضات. وبس كده، دي الحاجات اللي خلتني استفيد من لايف كير كلينيك.